السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نعمة الصديق ومطبخ وحركات. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم اكلة بقى سموها زي ما تسموها. هنعمل فاهيتا الفراخ او شاورما الفراخ بالعيش السوري او شاورما الفراخ بالكريب، زي ما انتوا عايزين بقى سموها. المهم ان الاكلة دي هتعجبكم ان شاء الله جدا جدا، انا متأكدة. الاكلة دي ممكن تنفع فطار، ممكن تنفع غدا، ممكن تنفع عشاء. يلا تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه وفاهيتا الفراخ، ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. والمقادير ومعانا في المقادير اول حاجة مقادير الفراخ. هي عبارة عن نص كيلو من الفراخ متقطع زي ما انتم شايفينه كده، وبصلايه كبيرة متقطعة بالمنظر ده، وكام طماطمايه 3-4 متقطعين كده، وفلفل اخضر، ومعاه برضو قرن شطة اخضر، وبرضو ناخد معلقه صلصه والكاتشب بتاعنا. وبالنسبه للبهارات هي عباره عن توم مفروم، قرفه، وبصل بودر، وزنجبيل، معلقه زنجبيل، وملح وفلفل وبابريكا. دول المقادير بتاعه شاورما الفراخ بتاعتنا. هنحطهم على جنب دلوقتي لحد ما نحضر العيش بتاعنا الجميل. العيش بتاعنا هيبقى عباره عن دقيق بس، هنستخدم دقيق وميه ربع كوبايه من الزيت. طيب هنعمل ايه؟ الدقيق انا بصراحه يا جماعه ما بعايروش، يعني انا بحط كده كميه زي ما انا عايزه. ممكن مثلا نص كيلو دقيق، بعمل كميه كبيره بحبها. بحب العيش ده جدا، بينفعني. يعني ممكن مش يتعمل فيه شاورما، كمان يتعمل فيه اي حاجه. ممكن جبنه رومي، جبنه شيدر، اي حاجه بتسيح كده. الولاد بيحبوها عندي. بحط بقى على الدقيق اللي انا حطيته في الخلاط ده، بحط كميه ميه. بحط ميه كتير، انا مش بخليه، مش بعمل عجينه، لا انا بعمله بحيث ان هو يبقى زي عجينه كده القطايف، تبقى خفيفه، يبقى خفيف. بحط كميه ميه كتير، وبحط حبه زيت، ومنساش برضو معلقه الملح بتاعنا في اي عجينه، ده لازم اساسي يعني. وهبدأ بقى ايه علشان اضربه كده في الخلاط. هنضرب العجينة كده مع بعض ونشوفها ونشوف قوامها. نشوف القوام كده. بصوا اهي. عايزين، انا كده عايزه اخففها سنه كمان. ممكن بقى ايه احط حبه لبن، بلاش ميه، يعني اللبن بس عشان يديها شويه طعم كده، ما تبقاش في الميه بس. عايزه اقول لكم ان دي عباره عن مثلا عامله زي كريب المحلات او العيش السوري، يعني مديه من دي على دي كده. هتعجبكم جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. كده هتبقى هي ايه عجينه الكريب او العيش بتاعنا. هنسيبها حوالي نص ساعه لساعه ترتاح. لازم نسيبها يا جماعه، ما نعملهاش على طول. ليه؟ لان هي لو اتعملت على طول هتلزق في الطاسه. حتى لو طاسه تيفال او طاسه ما بتلزقش فيها الحاجه، لا لازم نسيبها ترتاح شويه. هنسيبها ترتاح ونعمل احنا الفراخ بتاعتنا، ونسيب العجينه ترتاح. ويلا تعالوا ما نعمل الفراخ. في طاسه على النار كده بحط حبه زيت، نسيبهم يسخنوا كده. نحط الزيت كتير، بعدين احط البصل بتاعي، بعد كده احط الفلفل الاخضر، واحط الفراخ بتاعتي، افضل اقلب كده
بص هي مش هتاخد مني ربع ساعة وتكون خلصت خالص استوت يعني. انا هفضل اقلب فيها كده واوطي عليها النار وهغطيها لحد ما تستوي، وبعد كده ارجع لكم تاني. هي كده قعدت حوالي ربع ساعة على النار. بصوا اهي كده تعتبر استوت. هي مكملش ربع ساعة، 10 دقايق بس. انا كمان حطيت لها حبة مية كده عشان تستوي 10 دقايق، وفعلا استوت. هبدأ بقى ايه احط لها التوابل بتاعتي كلها، والثوم والبابريكا والفلفل كله والملح اهو، واقلبها كويس. تمام. واحط لها كمان معلقه صلصه، واقلبها كده. هي استوت معايا، واطفي عليها دلوقتي. بقلبها بس شويه عشان كله يتجانس في بعضه كده. كده هي تمام جدا. هطفي عليها وابدا بقى اشوف العيش بتاعنا. اول حاجه لازم يكون معايا طاسه كده تيفال او سيراميك او اي حاجه ما بتلزقش، واحطها على النار. ومعايا طبعا مغرفه، دي اساسيه وهي دي اللي انا هتعامل بيها واحط بيها. اول حاجه هجيب كده احط مغرفه زي ما انتم شايفين كده، مغرفه اهي. نسيب بس الطاسه تسخن سنه. بعد كده احط المغرفه اهي كده اهو زي ما انتم شايفينها، وابدا بقى ايه احرك كده. انا عايزه العيش بتاعي كله يتجانس كله كده ويدي شكل الطاسه. هو طبعا عشان انا بصور، بس هسيبه خالص لحد ما هو يستوي يعني. وطبعا عشان دي اول واحده يعني ايه بتبقى يعني شبه مش مظبوطه، بس هما كلهم بعد كده بيبقوا يعني تعتبر اول واحده هي اوحش واحده يعني. شوفوا هي مش نسيبها خالص، هتحسي انها يعني فكت خالص كده ومش لازقه، تقوموا تقلبوها. تعمل كده زي ما شايفينها كده. بس معلش دي اول واحده اهي. هنعمل كمان انا عايز هنعمل كمان واحده. بصوا انا طبعا كل ده عشان خاطر انا بعمل بايد وماسكه الكاميرا بايد، فهو ده مش قادره اظبطها، بس هي تطلع مظبوطه جدا جدا جدا. بصوا اهي تقلبها كده بس ونسيبها لحد ما تستوي جدا. انا عايزه اوريكم بس عشان يعني ما تخافوش انكم تعملوها، تطلع مظبوطه قوي قوي. اول واحده هي طلعتها على فكره، دي تعتبر بتبقى اوحش واحده عموما يعني. دايما لما تيجي تعملي بتبقى اول واحده هي ايه، هي اللي بتبقى، بس لسه العجينه ما تبقاش يعني اتظبطت قوي. شوفوا انا شديتها بالبتاع مش مشكله.
ما تحاولوش تقلبوها كده زي كده وهي لسه فيها عجين. اول ما تنشف تحسوا انها كلها ناشفه تتقلب. تمام. وانا عايزه اقول لكم ان هي بصوا انا حطاها من غير زيت خالص. انا طبعا حاطه الزيت في الايه، في العجينه نفسها، فما بحطش في الطاسه زيت. اوكي اهي ابدا اشيلها. بصوا اهي انا بشيلها بقى ايه، وطي النار شويه عشان هي كده ايه مرة زياده. هعملهم بقى كلهم يا جماعه وارجع لكم عشان الوقت بتاع الحلقه. وادي منظر العيش بتاعنا او الكريب او عيش الفاهيتا او العيش السوري زي ما تسموه بعد ما خلصته. شوفوا كميه ما شاء الله كبيره اهي، وممكن تبقى اكتر كمان. هنحطه كده. وطبعا انا كمان هحط، انا بحب بقى احط ايه كاتشب عليه كده، حلوه كده. وبعدين بقى نحط ايه في الساندوتش بتاعنا. بصوا نحط حبه كده حلوين. ممكن كمان تقطعوا حته جبنه رومي كده عليها طبعا لانها تتحط تاني على النار. اللي عايز يحط رومي هو حر، مش عايز هو حر. بصوا نبدا نلفها كده ونعملها كده كده اهوت. شوفوا هو طري ازاي، جميل جدا. والله الولاد عندي بيموتوا في الاكله دي. بصوا اهو كده ونحطه. نجيب اللي بعده اهو. هوريكم برضو واحده كمان وبعدين اكمل الباقي اهو كده. جبنه رومي طعمها بتبقى تحفه. بصوا يجنن والله العظيم. ممكن دي تتاخد سندوتشات في المدرسة أو تتاكل وجبة غدا أو تتاكل وجبة عشاء أو وجبة فطار. بتنفع كل الوجبات. نعمل بقى كمان اهو. أحيانا الولاد بيعملوه العيش ده لوحده سندوتشات جبنة رومي ويسخنوه كده في الفرن. ده زي الجاهز بالظبط زي المحلات، مفرقش اي حاجه. ده بالعكس انتي بقى عاملاه على ايدك، ضامنه مكوناته وضامنه نظافته. في طاسه بقى على النار زي ما انتم شايفين حطينا السندوتشات اللي احنا عملناها كده. هنبدا بقى نقلبها. مش عايزه ابوظها بس عشان خاطر هي ما بتبص على العموم، بس انا عشان بايد واحده اهي. اقدر اشيلها كده بايدي اهو. هي بتبقى سخنه جدا يا جماعه، معلش بقى انا هعمل ايه كده. قلبتها كلها اهي تمام جدا. شوفوا كده هي ايه استوت خلاص. ابدا بقى اطلعها في الطبق. تمام. وعندي طبعا كميه تانية اهي برضو لسه هعملها، اطلعها واوريها لكم. وادي منظر الفاهيتا بتاعتي بعد ما خلصت اهي، كلها اتحمرت كده زي ما انتم شايفين. والله العظيم تحفه جدا جدا جدا. بصوا تجنن
انا كلت منها واحده وابني كل منها واحده. ودي العدد اللي هي عملت نص كيلو. شوفوا عملت قد ايه. جربوها مش هتندموا يا جماعه. ويلا اشوفكم في وصفات تانية كتير. وما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب والشير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا باي باي.